صباح النور، صباح الورد. لطفي بفول معاكم اليوم الاثنين 9 أكتوبر. إلى الزعيم والأستاذ عبير موسى، ربي يحفظك ويبارك لك والشعب معك. إن شاء الله. تحياتنا أكيد يعني للشعب التونسي والست عبير. طيب، اليوم مرت 6 أيام والأستاذة عبير موسى في المعتقل، وشكرا للإعلام النزيه وكلمة الحق. كل الإعلام العالمي يساند الأستاذة عبير موسى في كلمة حق، إلا إعلام العار وأبواق قيس سعيد. الحاج عمر معارض لقيس سعيد، محمد همامي معارض، نجيب الشبي معارض، برشا معارضين وهانوا بالبر يعبروا على راهم وما تعرض لهم حتى حد. ولانه نمنوا نظام 25 جويلية من الديمقراطيه كقيمه، مش بضاعه يبيع فيها قيمه. الديمقراطيه هي ديمقراطيه، مش ديمقراطيه. نحب نقول لك أيها الندل والسفيه، إن لم تستحي فقل ما تشاء، لأن مقارنتك الأستاذ عبير موسى بنجيب الشابي وإلا بحمل همامي جماعة الصفر الفاصل، لو كان يلموا كلهم على بعضهم ما يجيبوش 100 صوت. أدايا لا يرتقي، ودايا كذب وتضليل وتزوير الحقائق كما العادة، كما أنت متعود عليه. لأن دوما الاثنين اللي تحكي عليهم ما همش مهدين قيس سعيد، وإلا ما همش منافسين أصليين لقيس سعيد. الوحيدة المنافسة اللي بإمكانها باش تطيح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية هي الأستاذة عبير موسى، وداي علاش هو حطها في الحبس، أما الآخرين ما يعنيوا حتى شيء. نقول لك اللي في الدنيا هذه وما أحسن وما أجمل في الدنيا هذه اللي ما فما حتى شيء يدوم. وعلمتنا الحياة أنه من رحم الأحزان يوجد السبيل إلى السعادة والأمل. الحزب الدستوري الحر بالنسبة لي تونس دولة قانون ومؤسسات. كي نقولوا دولة قانون ومؤسسات، وحدها تجي الديمقراطية وتجي الحريات. لأنه أنا شو اللي يفصل بين مواطن ومواطن؟ شو اللي يفصل بيناتكم؟ يفصل بيناتكم الاحترام نتاع القوانين اللي حطيناها في البلاد. والقوانين اللي تحطوا في البلاد يكونوا ناتجين عن مؤسسات منتخبة بطريقة انتم تنورتوا واعيين وتمشي تعرف روحك لوين باش تصوت. انا اللي يهمني فيك شنية قناعاتك، ولا يهمني فيك شنية ديانتك، ولا يهمني فيك تلبس حجاب، تلبس ميني، تلبس ما نعرفش عليك شنية امورك، حاجة ما تخصنيش. ولا يهمني فيك تأدي واجباتك الدينية والا هرطلو في الباب، حاجة ما تخصنيش. ولا يهمني في ميولاتك ولا في حكاياتك ولا في تركيبتك، هذيك كله ما يهمنيش. انا شو اللي يهمني؟ ريت القانون اللي بيناتنا تحترمه. انت تصلي ما نخليش شكون يجي يهرس لك يقول لك ما تصليش. هذاك يمشي للبار ما نخليش شكون يمشي يسبه ويقول له ما تمشيش. هذيك لبست هكا ما نخليش شكون يتسلط عليها يقول لها ما تعملش، حتى حد ما هو وصي على الاخر. اما اذا كان يصير خرق للقانون من اي طرف منا ولا القانون ياخذ مجراه. سهله الحكايه، ماهيش صعيبه حتى طرف. تقريبا عنا عامين او اكثر منذ قرارات 25 جويلية عبير موسى كان الفضاء العام مفتوح امامها، كانت تتظاهر بكل حريه، تعقد مؤتمراتها بكل حريه، تعقد ندواتها الصحفيه بكل حريه، في الفيسبوك ناشطه بكثافه بكل حريه. أيها الندل، هل أصبحت الحرية في تونس صدقة وإلا مزية من طرف السيادك؟ كيل يعني السب والشتائم لرئيس الجمهورية ولمؤسسات الدولة التونسية دون أن يتعقبها أحد. عديدة هي القضايا المنشورة في حقها. رئيس الجمهورية حينما كان الأمر يتعلق بشخصه ما رفع حتى قضية ضد عبير موسى. أيها الندل، أكذب ثم أكذب حتى تصدق نفسك، ولهذا اعتاد دماغك على الكذب بمرور الزمان. لكن حينما يتعلق الأمر بالدولة التونسية بمؤسسة
بمؤسسات سيادية بأجهزة الدولة، فإنه من واجب الدولة كذلك أن تتحرك ضد عبير موسي وغيرها. عبير موسي في الحادثة التي جدت يوم الثلاثاء أمام قصر قرطاج تطاولت أيما تطاول على الدولة وعلى مؤسساتها، خرقت القانون في مكان ممنوع فيه التصوير، تصور وتعرض يعني أعوان الأمن الرئاسي وأعوان الأمن عموما هناك ربما إلى الخطر حتى الإرهابي من خلال تلك الفيديوهات ومن خلال تلك التحركات. أيها الحقير، ما فما حتى واحد في تونس مثل الأستاذة عبير موسي اللي قاعد تدافع على سلامة الأمن والأمنيين، ما فما حتى واحد كما عبير موسي قاعد يحمي في الأمن والأمنيين، ما فما حتى واحد اللي قاعد يدافع على أمن تونس، فما حتى واحد قاعد يطالب بإغلاق وكر تفريخ الإرهاب، وكر القرضاوي. الأستاذة عبير موسي هي الوحيدة اللي تطالب بسحب رخصة من حزب التحرير اللي لا يؤمن لا بالدولة ولا يؤمن لا بالأمن ولا يؤمن لا بالأمنيين ولا يؤمن بالجمهورية ولا الأمن الجمهوري ولا يؤمن بالجيش التونسي. فلهذا كفاكم كذب. الوحيدة اللي قاعدة تدافع على أمن تونس هي الأستاذة عبير موسي، ويجزيكم الكذب وتضليل الشعب التونسي. وبالتالي ذلك لم يكن مقبولا وما ينجمش يصير في حتى دولة ويتم التغاضي عليه. لكن أنا الحقيقة باللي نشوف فيه بما أنه أي واحد معناته يتم إيداعه السجن أو أي واحد يتوقف من السياسيين أو المحاميين أو القضاة يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. أنا نقترح على السيد رئيس الجمهورية من هذا المنبر أنه ينقح دستور 25 جويلية الذي صوت عليه التونسيون ويعرضه مرة أخرى على الاستفتاء ويزيد فيه 3 فصول. الحق في إضراب الجوع مضمون، ويزيد فيه السياسيين فوق رؤوسهم ريشة، والفصل الثالث السجون فقط للفقراء. وكهو معناتها مادام ولينا احنا شوف اللي يحكي على المحاكمه العادله في البلاد هذه اول مدخل وشرط رئيسي واساسي من شروط المحاكمه العادله ان نتساوى جميعا امام القانون وامام القضاء. رباط استيقافنا هكذا نحن في بلدي، إذا اعترضنا اعتقلونا، وإذا تكلمنا قتلونا، وإذا انتقدنا غيبونا. مع الأسف أداء هو حالنا في تونس، وأنت كما العادة أنت وأمثالك ديما الشعبوية حاضرة، ودائما اللعب بمشاعر الفقراء والبسطاء، وأن الفقراء هم دائما مظلومين، وأن الأستاذة عبير موسي وألا الناس الآخرين على رؤوسهم ريشة. لا، ما فما حتى واحد في الدنيا هذه على راسه ريشة، لكن السجون هي مجعولة للصوص والمجرمين وليس للشرفاء والوطنيين. والأستاذة عبير موسي هي من أكثر السياسيين احتراما للقانون، ولا داعي باش تضليل الرأي العام وأن اعتقالها هو كان حق قانوني. نحب نزيد نقول لك في قاموسي الديمقراطية هي من أفضل أن نجازف بحماية مذنب من أن ندين بريئا، لأن إدانة البريء والمظلوم هي جريمة في حق الإنسانية. وأنت وأمثالك طحانة كل العصور تصنعون من الصنم آلهة ومن السياسيين ديكتاتورية، ولكن لا بد باش يجي نهار ونقضيو على آفة الناس اللي مثلك. ربي يحمي الأستاذ عبير موسي، والسلام عليكم.